صباح الورد. عايزة النهاردة اتكلم عن قناة مرمر كنتاكي. كنت بقلب في اليوتيوب كده وبعدين شفت قناة البنوتة كده عسولة قوي، ميك اب وستاند فلوج، يعني فلوج مثلا عن ستاند كذا ميك اب وحاجات وخروجات. حسيت انها بنت رقيقة قوي وشيك قوي وراقية. اللي عاوز يتعلم جد الشياكة والرقة يشوف فيديوهاتها. وبصراحة كنت هقفل القناة لاني ماليش قوي في الميك اب وفي الحاجات اللي زي كده، يعني عادي بحط ميك اب للخروج ولكن مش انترستد قوي ان انا اجيب الانواع ومش عارف ايه وكده. هقفل لقيت عندها فيديوهات طبخ، قلت طبخ اكيد بقى بتعرفش تطبخ بقى، يعني واحدة دلوعة كده وشيك وميك اب وبتاع هتطبخ. اما بص كده، بصيت اتصدمت. ايه الجمال ده، ايه الاكل الجامد ده، ايه الشطارة دي، ايه النظافة دي، بجد يا نهار ابيض. عمري ما توقعت ان يطلع منها كده. مبدئيا قبل ما اكمل الفيديو، هي ما طلبتش مني اعمل فيديو ولا ده اعلان ولا اي حاجه ولا حتى تعاون، هي ما تعرفنيش. انا مجرد حاسه بالامتنان تجاه كل فيديو نضيف ومحترم شفته، وحابه اعمل فيديوهات عن كل شخص انا عجبني حاجه بيقدمها، لان حاسه انه يستحق ان هو يتشاف اكتر من كده ويستحق مشاهدات اكتر من كده. فقلت ان انا حابه اتكلم عنها، وهتكلم برضو عن غيرها. كل فيديو هيعجبني هقول عنه رايي، وهتكلم عن رايي الايجابي، مش هتكلم عن الناحيه السلبيه، لانه انا مش من حقي اعمل فيديو سلبي عن حد. انا شفت حاجه ايجابيه حابه انشرها، وده هدف القناه بتاعتي. نكمل كلام عنها بقى. انا ما صدقتش ان في حد ممكن يقدر يجمع ما بين الاكل والطبخ وشطارة ست البيت الشاطرة وكده، وفي نفس الوقت الميك اب والرقة والشياكة والجمال. ازاي؟ انا يعني نادر قوي اللي تعرف تجمع ما بين الاتنين، ولكن انا فعلا لقيتها قدرت تجمع ما بين الاتنين. عندها ابنها سولي، ربنا يخليه لها يا رب. مؤخرا شفت عندها فيديو تعليقات سلبية وكلام سخيف. انا الحقيقة مش فاهمة ليه الكلام ده، يعني كل واحد حر في اللي بينزله في القناة بتاعته، وهي ليها الحق الكامل في اللي عملته، وممكن تعمل اكتر من كده كمان. قناتها جميلة، يا ريت تدخلوا تشوفوها بجد. تستحق انها تتشاف. اكل هتلاقيه، فلوجات حلوه وخروجات هتلاقيه، بتخرج مع متابعينها كتير جدا، متواضعه كده وواصله للقلب. هي بنوته من المنصوره على فكره. كمان في قناتها لو عندك عايز تعرفي اخبار الميك اب، اسعار جديده كده، برضو هتلاقي في قناتها. يا ريت تشوفوها، وبوصلها سلامي من هنا. انا عارفه انها ممكن ما توصلهاش اصلا، لان زي ما قلت لك هي مش عارفاني، ولكن لو شافت الفيديو اكيد هتنبسط قوي. وزي ما خلتني انبسطت واتعلمت منها حاجه في يوم من الايام، حابه ان انا تشوف فيديو زي ده ويبسطها. بحبكوا قوي، وبحبك يا مرمر، وباي.